ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. الفيديو النهاردة كلنا محتاجينه، وهو ازاي بنسلك حوض المطبخ او حوض الحمام، لان دي مشكلة بتقع عند ناس كتير جدا. انا الحمد لله حلتها، وحاجة بسيطة جدا. كنا الاول اللي تقولك هاتي خل، اللي تقول هاتي كربوناتو، اللي يقولك هاتي بوتاص، حاجات كتير جدا ان احنا نفور المكان هنا، وما كانش في حاجة بتنفع خالص، وحاجات غالية وكل حاجة. ناس كتير جربت كل الطرق. شايفين المية بقت ما شاء الله. كانت الاول لازم تفضل واقفة عندي هنا واقعد اضغط واتك لحد ما تنزل. شايفين بقت بتنزل بسهولة ازاي اهو، ما شاء الله. شفتوا ايه الحل؟ الحل سهل وبسيط جدا. في ناس على فكرة بتجيب مية مغلية وبتحطها. انا طبعا استغنيت عن كل المواد اللي تخطر على بالكم. حاجة لقيتها قدامي ما كنتش متوقعة بصراحة ان انا ممكن استخدمها، بس هي يعني خطرت على بالي كده ان انا استخدمها، ولقيتها فعلا بتنفع جدا جدا في تسليك الحوض. ويعني ولا هي مكلفة ولا هي غالية ولا اي حاجة، وفي ثانية هتلاقي نفسك عملتي الحوض وانتي واقفة يعني، وهتخليها قدام عينك كمان على طول، علشان مش هتستغني عنها بعد كده. كل ما تلاقي الحوض اتكتم معاكي هتقومي مسلكاها بسهولة جدا، ولا هتروحي تشتري كربونات ولا هتشتري بوتاص ولا هتشتري الحاجات اللي هي مخصصة للأحواض علشان ان انت تسلكي بيها. وفي ناس بتفتح من هنا كده اهو، في ناس بتشيل دي وتسلك بيها، وتفتح الخرطوم على الاخر اللي انتوا شايفينه ده، ويطلعوه ويقعدوا بقى يسلكوا ويجيبوا خراطيم وحاجات من دي. احنا في غنى عنها. ان انت تتعبي نفسك، ولو اضطريتي ان انت تجيبي اللي تفتحي البلاعه من تحت اللي انا وريتها لك دلوقتي وتسلكيها برضو بنفس الشيء. يا ترى ايه هو اللي معانا؟ بصوا انا عاملاها 2 مش واحده بس. خلاص هي دي، شايفين دي اهي، شايفين اهي، هي شايفين دي القصيره علشان لو انت واقفه اهو. شوفوا والله حاسه في حاجات، شوفوا بتنزل معانا ازاي كده، وهو اساسا على القد بالظبط. الحته دي على فكره في حاجه ماسكاها، شوفوا بقت بتنزل ازاي، والشرشره معاكي. اهم حاجه ان انت تفضلي ضاغطه كده عشان ينزل معاكي. شايفين التراب؟ يعني انا كمان بعد ما سلكتها، يعني ده كمان دلوقتي كان لسه ده كمان موجود، يعني ده كمان ما كانش لسه اتعمل. شايفين اهو، الفتحه دي ما كنتش عملت فيها، كنت عملت في كل الفتحات دي الا دي، لقيت دي كمان مكتومه. شايفين اهو. انت بقى عايزه تستخدمي اللي هي الطويله دي، هتعوزي تستخدمي الاطول دي، يبقى تفكي الماسوره من تحت اللي هي موصله بدي، تفكيها علشان تعملي بيها كل دي. هتبقى الماسوره طبعا لما تفكيها المشرشره اللي تحت دي هتبقى بطول دي كده اهي، دي نصها. انا بستخدم دي وانا واقفه كده على المشي كده، لما الحوض يعمل معاكي ساعه ما انت مستعجله مثلا وعايزه تسلكيه بسرعه. لكن عايزه بقى تعملي شغل جامد وتنضفيها كلها، او مقفوله معاكي زياده عن اللازم، هتستخدمي الطويله دي اهي. شايفين عامله زي اكنها خرزانه جامده زي الحديد من جواها، هي زي الحديد وجايه يعني. بصوا نفس مقاس الفتحه، نفس مقاس الفتحات بالظبط اهي. بس طبعا دي مش هتنزل للاخر علشان انا مش فاتحه اللي تحت، مش فاتحه الماسوره من تحت اللي هي المشرشره. خلاص اكيد فاهمين انا بعمل ايه، وبالذات الناس اللي هم على طول بيهتموا بتسليك الحوض بتاعهم. ادي اول تراب عملته في ناحيه كانت لسه ما اتسلكتش. شايفين الميه بقت عامله ازاي؟ الميه كانت واقفه لحد هنا، الميه كانت واقفه لحد هنا كده، ومفيش مش راضيه تنزل خالص. فهو ده الحل. خلاص بتجيبوا الحاجات دي من عند بتاع الحدايد والبويات. بصوا يعني جميله. ممكن بتاع الحدايد والبيت اساسا يعني لو قلت له ما يعرفش هي ايه. احسن حل ان انت تاخدها سكرين شوت كده وتوريها له وتجيبي زيها وتشوفها بكام. خلاص يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو في اي سؤال او اي حاجه ابعتوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ومع السلامه.